قيمة الإنسان بصفة عامة وفي سوق العمل بالأخص بتتحدد حسب مهارته وإمكانياته. يعني حسب أنت بتعرف تعمل إيه، وكل ما زادت مهارتك كل ما زاد الطلب عليك وبالتالي زادت قيمتك، والعكس كل ما قلت مهارتك كل ما قل الطلب عليك وبالتالي زادت قدامك المشاكل والتحديات. المهارات هي الحاجة الوحيدة اللي أنت مش هتندم على الوقت ولا المجهود ولا الفلوس اللي أنت حطيتهم فيها، لانك بمجرد ما تكتسب اي مهارة وتشوف ده بيفرق معاك ازاي هتبقى عاوز ان انت تتعلم اكتر وتكتسب مهارات اكتر، وبالتالي عمرك ما هتندم على وقت ولا فلوس ولا مجهود حطيته في اكتساب مهارة معينة. من سنين كتير واول ما نزلت سوق العمل كنت حاسس ان في مهارات كتير اوي انا محتاج اتعلمها، وكنت بحط وقت وفلوس ومجهود مقابل ان انا اتعلم كل المهارات دي، وكنت بضغط نفسي بشكل كبير قوي. واوقات كتير طبعا كنت بحس بالتعب والاحباط واسال نفسي انا ليه ضاغط نفسي بالشكل ده، ما اتعلم اي مهاره ويعني بالبلدي كده اكل منها عيش وخلاص. وكمان الناس اللي حواليا كانوا دايما بيقولوا لي انك عشان بتتعلم حاجات كتير او بتدخل نفسك في حاجات كتير فعمرك ما هتكون مميز في حاجه معينه، لكن انا ما كنتش مقتنع بده. وفي الحقيقه في الوقت اللي انا بكلمك فيه انا فخور بكل دقيقه تعبت فيها وكل جنيه صرفته عشان ازود مهاراتي واتعلم اكتر، لان ببساطه ده اللي ساعدني ان انا اكون مدير فريق في سن صغير قوي بالنسبه لسوق العمل. يعني تقريبا كنت مدير فريق وانا عندي 21 سنه، ده غير ان انا اترقيت وبقيت مدير قسم الماركتينج وانا عندي 23 سنة. يعني تقريبا اللي قدي كان لسه متخرج وتقريبا عنده سنة خبرة، ده لو كان اشتغل اول ما اتخرج. بس كل ده ما اقدرش اقول لك انه كان سهل. انا بدأت كل شغلي في 2016، يعني قعدت 6 سنين بصرف وبتعلم وباخد خبرات وبتعب لحد ما بقيت مدير فريق. اوعى تفتكر ان الطريق كان سهل او ان اي حاجة بتيجي كده. لا، انت كده كده هتتعب وكده كده هتتصرف فلوس، هتحط مجهود، هتحط وقت علشان توصل للي انت عايزه. وحقيقي انا فخور بكل الوقت اللي انا قضيته عشان اوصل للي انا فيه دلوقتي. وحتى الان لسه في مهارات بدور عليها وبتعلمها وبحس ان هي ناقصاني. يعني ببساطة طول ما انت بتتعلم طول ما قيمتك بتزيد، وعمرك ما هتحس انك اكتفيت ابدا. عمرك ما هتحس انك خلاص وصلت كده لكل حاجة، مفيش حد بيعرف كل حاجة. طول ما انت عايش هتفضل تتعلم وتدرس وتعرف اكتر عشان قيمتك تزيد اكتر. بشوف ناس كتير طول الوقت بيتكلموا عن الاستثمار في العقارات وفي الذهب وفي الاسهم، لكن ما شفتش حد بيتكلم عن اهم استثمار في الحياة، وهو استثمارك في نفسك. استثمارك في انك تتعلم مهارة جديدة تقدر ان هي تغير حياتك، تزود دخلك، تغير كاريرك المهني كله. استثمارك في نفسك قادر ان هو يغير كتير قوي، بس الناس بحسها مش حاسة بده. عايزة تحط الفلوس في ذهب ولا في عقارات عشان يزيدوا كمان كام سنة، مع ان انت لو حطيت الفلوس دي في استثمارك في نفسك انت اللي هتزيد كمان كام سنة. قيمتك عمرها ما هتقل، دايما قيمتك هتفضل تزيد مع كل دقيقة انت بتتعلمها ومع كل مهارة انت بتكتسبها. ببساطة أنا شايف إن الاستثمار في النفس هو أهم استثمار في الحياة وأنجح استثمار في الحياة. تعلمك لأي مهارة قادر إن هو يغير حاجات كتير قوي، يقدر إن هو يفتح لك أبواب أنت ما كنتش شايفها قبل كده، يحطك في مكان أنت ما كنتش متخيل إن أنت تروح. استثمارك في نفسك هو أهم استثمار في الحياة. فاوعى إن أنت تطنش استثمارك لنفسك أو إن أنت تطنش إنك تزود قيمتك وتعلي من قيمتك في سوق العمل، لأن ده كل حاجة بتتحدد على أساسه. انت دلوقتي لو رحت تتجوز او رحت تخطب او رحت تطلب ايد بنت، اول سؤال بيسأله لك انت بتشتغل في ايه. وكلنا عارفين انك بيسألك انت بتشتغل في ايه عشان يعرف انت رينج قبضك كام. انت للاسف ويعني بدون بقى عنصرية او بدون ما نتدخل في تفاصيل، قيمتك بقت بتتحدد على حسب شغلك وعلى حسب فلوسك. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا ليك. وعلشان كده لما تتعلم مهارة جديدة قادرة إن هي تزود دخلك أو تفتح لك أبواب جديدة، فأنت بتزود من قيمتك الفعلية سواء في الحياة أو في سوق العمل. ولكن بالرغم من كل المعرفة المتاحة دلوقتي سواء أونلاين أو في الكتب، غياب النموذج أو الطريق الواضح اللي بيعلمك خطوة بخطوة بيشكل مشكلة كبيرة جدا. بيخليك تضيع وقت وتضيع مجهود وتحس ان انت مش مؤهل للمهارات دي، او ان انت مش قادر ان انت تتعلم، بسبب ان انت مشتت ومفيش نموذج واضح قادر ان هو يعلمك خطوة بخطوة عشان يبين لك قد ايه المهارة سهل ان انت تتعلمها. التشتيت ده بيعمل لك مشكلة كبيرة وبيخليك تشكك في نفسك وما تقدرش ان انت تتعلم، او انك ممكن تكون بتتعلم اكتر من مهارة في نفس الوقت، وده برضه بيخليك ما تقدرش ان انت تتقن اي واحدة منهم او انك تحقق نتيجة مرضية، وده برضه بيوصلك للاستسلام. او الحاجة التالتة انك تكون بتقارن نفسك بحد تاني مثلا سابقك بشويتين او بيدرس من قبلك،
تفضل تقارن نفسك بيه، وده بيحسسك بالفشل وبرضه بيوصلك للاستسلام. طب وبعدين؟ انا علشان احل كل المشاكل دي، وعلشان انا واجهتها ومش حابب ان غيري يواجهها او يتعب فيها، قررت ان انا اعمل منصة تعليمية اقدم عليها كورسات اونلاين. في الاغلب هي اللي انت بتشوف عليها الفيديو بتاعنا دلوقتي. وقررت ان انا ابتدي ان انا احل فيها المشاكل دي. طب ازاي؟ قررت ان انا اعمل نظام واضح للكورسات، وكل معلومة تاخدك للمعلومة اللي بعدها، عشان طريقك يبقى مترتب وواضح وسهل وسلس، وبكده نكون حلينا المشكلة الاولى. طب والمشكلة التانية؟ قررت ان انا حتى في مجالي اللي هو مجال الماركتينج اقسم له المهارات. يعني ادي لك كورس الفيسبوك الاول، بعد كده ادي لك كورس الانستجرام، بعد كده تيك توك، عشان ما اعملكش كورس واحد وتبتدي ان انت تتوه ما بين المنصات. كده نكون حلينا المشكلة التانية. طب والمشكلة التالتة؟ كل طالب بعد ما بيخلص الكورس بتاعه، ولا هنفترض مثلا ان هو كورس الفيسبوك، بيبتدي ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي عشان يعمل مشروع التخرج الخاص بيه. ازاي مشروع التخرج الخاص بيه؟ يبتدي ان هو يروح لصاحب مشروع ويقول له انا هعمل لك التسويق بتاعك على بيج الفيسبوك بتاعتك من غير ما اخد منك ولا جنيه. ويبتدي الطالب انه يصرف من جيبه على التسويق بتاع البيج بتاعت العميل ده لمدة شهر. وبفضل متابع معاه كل حاجة خطوة بخطوة، من اول عمل التصميمات فين، نزل البوستات ازاي، كتب الكونتنت ازاي، عمل الاعلانات ازاي، علشان ابقى مطمن انه مؤهل لسوق العمل. انا لما حبيت احل المشاكل دي، حبيت احلها عشان محدش غيري يواجهها، علشان انا واجهتها زمان وتعبت فيها وخدت مني وقت ومجهود كبير. لكن دلوقتي انا حابب ان انا اسهل على غيري. زي ما قلتها لكم قبل كده، اللي تعب علشان يوصل ما بيحبش غيره يشوف نفس التعب، وما بيحبش يصعبها على غيره. وعلشان كده انا بحاول ان انا احل لك كل المشاكل دي. وخد بالك، ده مش فيديو اعلاني، ومش بقول لك روح خد الكورسات من عندي من على المنصة. أنا بس حبيت أعرفك أهمية تعلم المهارات، وأعرفك كمان المشاكل اللي أنت هتقابلها وإيه هي حلول المشاكل دي. وفي النهاية، أتمنى لك مستقبل أحسن وكله نجاح. أنا زياد سليم، مبسوط إنك سمعتني لحد هنا.